النهاردة في ياسو توكس هنتكلم عن كتاب قوانين الطبيعة البشرية للمؤلف الأمريكي روبرت جرين. هو دليل شامل لفهم وتعزيز السيطرة على العوامل النفسية التي تحرك البشر. يهدف الكتاب إلى جعل القارئ طالبا متمرسا في الطبيعة البشرية، وذلك من خلال شرح 18 قانون مدعوم بأمثلة وقصص تاريخية. المفاهيم الرئيسية في الكتاب: أول قانون، قانون اللا عقلانية. يؤكد جرين أن البشر تحركهم العواطف بشكل أساسي، ويحث على فهم هذه العواطف عبر إدراك التحيزات اللي بتؤثر على قراراتنا، والتعمد في إبطاء ردود الفعل العاطفية واستبدالها بالتفكير المنطقي. تاني قانون هو قانون النرجسية. يرى جرين أن كل إنسان لديه درجة من النرجسية، وإن النرجسية العميقة تعتمد على الاهتمام الخارجي، ويدعو إلى تحويل حب الذات إلى تعاطف مع الآخرين عبر تطوير مهارة الاستماع العميق ومحاولة فهم عوالم الآخرين. ثالث قانون هو قانون تقمص الأدوار. الناس ترتدي أقنعة لإخفاء نواياها وضعفها، ويجب على الإنسان تجاوز هذه المظاهر الخارجية والحكم على شخصيات الآخرين من خلال أفعالهم وسلوكهم الثابت على المدى الطويل. سادس قانون هو قانون القصر البصري. يميل البشر إلى التفاعل مع التهديدات والمكافآت الفورية، ويهملون الرؤية طويلة الأمد. وينصح جرين بتوسيع منظورك واتخاذ خطوات استراتيجية تتوافق مع أهدافك النهائية بدلا من الاستسلام للإرضاء اللحظي. تاسع قانون هو قانون التخريب الذاتي. البشر يكررون الأنماط السلبية في حياتهم حتى دون وعي، وهذه الأنماط متجذرة في الشخصية الأساسية. الحل يبدأ بفهم هذه الأنماط ومواجهتها بدلا من قمعها أو تبريرها. القانون الخامس عشر هو قانون العدوانية. العدوانية متأصلة في الطبيعة البشرية وتتغذى على الشعور بالنقص. يمكن توجيه هذه الطاقة بشكل إيجابي وبناء، مثل توجيهها نحو الشغف في العمل وتحقيق الإنجازات بدلا من الصراعات الشخصية. إن فهم هذه القوانين لا يهدف إلى التلاعب بالآخرين بقدر ما يهدف إلى اكتساب الهدوء الاستراتيجي والتعامل مع الحياة بوعي أكبر، بدءًا من السيطرة على الذات.